ويخرج المسيح الدجال من جهة المشرق من بلاد فارسية تسمى خراسان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. وقال العلماء إن المسيح الدجال سمي بالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها في أيام قليلة. وأما عن صفات الدجال وشكله فهو رجل من بني آدم، شاب أحمر قصير أفحج، جعد الرأس، أجل الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وعينه اليسرى عليها ظفرة وهي لحمة عظيمة تنبت عند مآقي العين، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم سواء كان يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرفها. وقيل إن الدجال عقيم لا يولد له، فلا يكون للدجال ذرية، وذلك من رحمة الله عز وجل. أما عن قصة ميلاد الدجال فقد ورد فيها حديث ضعيف بإسناد ضعيف. تقول الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمكث أبوا الدجال 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضرس وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه منقار، وأمه امرأة فرضاخية طويلة اليدين، أي ضخمة عظيمة البدن. فقال أبو بكر: فسمعنا بمولود في اليهود بالمدينة، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ فقال: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور أضرس وأقله منفعة تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة وله همهمة، فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ قال: هل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا الحديث ضعفه العلماء، وأغلب هذه الروايات لم تثبت صحيحة، وإنما أغلبها بين الضعيف والإسناد الضعيف. وأما عن مكان الدجال الآن فهو كما ذكر الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه أنه كان هو ومن معه في سفينة في البحر، فألقتهم السفينة على إحدى الجزر، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا لها: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ فقالوا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر؟ قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر، وهي بلدة تقع في الشام. قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قالوا له: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قالوا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبروه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وبعد عودة تميم الداري رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي رآه وأسلم بعده. نهاية المسيح الدجال. تكون نهاية المسيح الدجال على يد مسيح الهدى، على يد مسيح الإيمان والتقى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بعد أن يسيطر على الأرض ويكثر أتباع الدجال وتعم فتنته
ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين، ينزل الله عز وجل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير عيسى بن مريم عليه السلام بهم قاصدا المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد، وهي بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس. فإذا رأى المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيتداركه عيسى عليه السلام فيقتله بحربته، وينهزم أتباع المسيح الدجال فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.